الزمالك يدرس هذا القرار للتخلص من صداع نضاي. تكثف إدارة نادي الزمالك الآن محاولتها لإنهاء أزمة مستحقات اللاعب السنغالي إبراهيم نضاي لاعب الزمالك السابق، وذلك بعد تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته كاملة وفقا للحكم الصادر لصالحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وعرض نادي الزمالك على نضاي التسوية الجديدة والتي تتضمن التنازل عن جزء من قيمة المستحقات وإلغاء الفوائد مقابل سداد المبلغ دفعة واحدة، إلى أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على التخلي عن جزء من المستحقات فقط مع رفضه الكامل للتنازل عن الفوائد أو قبول السداد بالتقسيط. وتسعى إدارة الزمالك لحسم الملف سريعا، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل الحصول على الرخصة الافريقية. ويدرس الزمالك حاليا قرار سداد مستحقات اللاعب دفعة واحدة اذا اضطر اللجوء لذلك، وذلك لغلق الملف الاصعب حتى الان في ملفات ازمات ايقاف القيد والتفكير في الخطوات القادمة لحل الازمة والحصول على الرخصة الافريقية.